ازيكم عاملين ايه؟ بما ان مالك نايم اخيرا، انا لقيت علبه زبادي منتهيه الصلاحيه في التلاجة، قلت حرام ارميها. فقلت هعمل بيها ايه؟ مفيش غير حل واحد غير ان انا اعمل ماسك، حرام ارميها. فتعالوا اوريكم سكين كير روتين بتاعي، خطوات، وهنعمل ايه بالزبادي. يلا بينا. خطوه، هغسل وشي بالغسول. انا طبعا مش هوريكم اسمه لان انا مش متاكده هو مقاطع ولا لا، عشان هو عندي من زمان. فطبعا تستخدمي الغسول بتاعك، مش هنحط نقطه صغننه كده. طبعا قبل الغسول او مثلا المرطب لازم يبقى بلين وشنا، لازم تبلي وشك كده بالميه شويه، وبعدين تبداي بقى ايه، تحطي الغسول. الغسول ما بيتحطش منه كميه، هي نقطه صغيره بتكفي، يعني هي نقطه بتوفي وكويسه قوي. بس نقعد بقى ايه، نعمله كده كتير. واللي هيبقى في ايدي ده ما ترموهوش، لا في ايدك في ايدك كده، استغلي الفرصه. بس هغسله بقى واجيلكوا الخطوه التانية. بعد الغسول بقى هعمل سكراب. ممكن تستخدمي اي سكراب برضو عندك، او تعملي بقى قهوه على سكر، الحاجات اللي بتتعمل دي. بس انا بما ان عندي السكراب بتاع جرين وي الصغننه الجميله دي، فانا هستخدمها. بجد تحفه تحفه تحفه، بعيدا عن الاعلان اللي انا عملته. بجد بجد دي مش اعلان، انا قلت لكل صحابي واخواتي وكلهم ان هم يجيبوها. بجد فظيعه، بتشيل كل حاجه، بتشيل بقى الرؤوس السوداء، وتشيل يعني بلاوي من الوش. بجد بتخلي اصلا البشره بعدها ناعمه ونضيفه خالص. بجد اللي انا بقوله ده مش اعلان، بجد جميله يعني. هي من جرين واي، ماشي، تحفه تحفه تحفه. هعمل سكراب كده لوشي كله، وهديله شطفه سريعه برضو وهرجع لكم. طبعا انتوا مستنيين خطوه الزبادي. بصوا، انا جبت بشر خيار، حته خياره صغيره، وحطيت عليهم معلقه زبادي، ماشي، وعليهم معلقه عسل ابيض. هنقلب بقى ده مع بعض. هو ده بقى ايه الماسك. استنوا ازود زبادي كمان، ما هي منتهيه بقى، زودي ما يهمكيش، ماشي. من ايه، نبدا نحط على بشرتنا كده. انا بعشق الماسك ده بجد بيدي ترطيب حلو قوي، وتحسي بانتعاش كده وانتي حاطه. المهم انا هحط الماسك وهسيبه شويه وهغسله وهرجع لكم عشان في خطوه لسه اخيره. بس في مشكله، انا هعمل ايه بقيه علبه الزبادي؟ يا ترى هرميها ولا هنعمل بيها حاجه تانية؟ ما تقولولي. نرميها بقى بلاش ندينا، صح؟ بصي، هي المفروض اخر خطوه الترطيب، بس عايزه اقول لك يعني هي ملهاش لازمه خالص، لان انا حاسه انا بشرتي ناعمه اصلا ومترطبه خالص بسبب الماسك والسكراب كل حاجه. فبس هنرطب برضو ايه، زيت اكيد. بجد بشرتي بقت ناعمه وجميله كان فين السكين كير؟ واحد ما بيعرفش يعمل حاجه من مالك. يلا، علبه الزبادي نفعتنا. انا بستخدم باي اويل برضو، مش عارفه ده تبع مين بالظبط، بس اوكي. استخدمي برضو المرطب بتاعك. بس كده نبقى خلصنا. وطبعا ما تنسيش ايديكي برضو ترطبيها. ونسيت اقول لكم برضو تحطوا ماسك على ايديكم، انا حطيت على ايديا برضو وغسلتها بالمره يعني. وبس كده، نلقاكم في حلقات اخرى باي.